ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ في الحقيقة بسبب دخلة رمضان كل سنة وانتم طيبين طبعا. هيكون الفيلسوف بتاعنا النهاردة هو فيلسوف عربي مسلم. هو مش عربي بالظبط، يعني هو فارسي الجنسية، هو الفارابي. ايوه سمعت صح، الفارابي من اشهر الفلاسفة اللي انت ممكن تقابلهم في الفلسفة الإسلامية بشكل عام. خلينا نقول ان هو ابو الفلسفه العربيه والاسلاميه، لان هو كان اول حد شق الباب للفلاسفه المسلمين ان هم يبداوا يبتكروا في الافكار ويشغلوا دماغهم في مواضيع كتير مختلفه. الحقيقه الفارابي اتكلم في حاجات كتير قوي، والحاجات الكتيره دي انا شايف ان هي يعني قليل عليها جدا فيديو ان احنا نتكلم فيه نلم كل فلسفه الفارابي. لكن هو يعني انا بتكلم فيه بشكل مختصر، يعني في اهم النقط كده اللي هو كان بيتكلم فيها. خلينا نقول الفارابي طبعا المصادر بتاعت الحلقة دي يعني هسيبها لك تحت في الديسكريبشن، ابقى برضو بص عليها لان انت هتستفاد جامد جدا لو عايز تفهم فلسفة اسلامي يعني. النقط دي هم 5 نقط اساسية، خلينا بس نركز كده عليهم. اول واحدة التوسط بين العقل والدين، دور العقل في المعرفة. تالت حاجة تأثير الفلسفة الأرسطية، دي مهمة جدا جدا. رابع حاجة الوحدة الكونية. خامس حاجة تأثيره على الفكر الإسلامي بشكل عام. في الأول كده خلينا نقول توسيط بين العقل والدين، او خلينا نقول برضو توسيط بين العقل والنقل. ايوه انت سمعت صح، النقل. الدين في الفلسفه بيبقى اسمه النقل لان هو بيبقى منقول زي ما هو، مفيش فيه تشغيل دماغ كتير، مفيش فيه افتكاسات كتير، لا هو بيبقى نقل يعني زي ما نزل، زي ما احنا ما بناخده وبنسلم بيه وبنؤمن بيه. تمام كده. حد يجي يقول لي يعني ايه فادي التوسيط بين العقل والنقل؟ اقول لك ان الفارابي كان من الفلاسفه اللي كسروا قاعدة إن إحنا نفكر في الدين بس. لأ، إحنا وسط بين اتنين، بين العقل والدين. أنت تشغل دماغك في ده وفي ده، وأنت في النص دماغك هي اللي تحكم، مش حاجة تاني خالص. تمام. دماغك شغالة، دينك مسلم بيه تمام، بس انت ما ينفعش تهمل خالص الجانب العقلي، وفي نفس الوقت الجانب الديني ليه مكانه وليه ناس واللي تتكلم فيه. لكن لو هنتكلم كفلسفات لازم دماغك تبقى شغالة وصحية في كل الأماكن، لأن بعد كده الفارابي هيتهاجم بسبب إنه كان بيشغل دماغه كتير في الدين. والفلاسفة المسلمين كانوا معترضين جدا على ده بعد كده، لكن زي ما هنعرف مع بعض طبعا في الحلقات اللي جاية. لكن خلينا اقول ان الدين مهم بس كمان العقل مهم، ده طبعا بالنسبه للفارابي. الدين موجود والعقل كمان موجود. العقل بيفسر الدين، هما في اتساق على فكره، مش في تناقض، هما مش عكس بعض، هما مكملين لبعض. ده طبعا على حد راي الفارابي. تاني حاجه دور العقل في المعرفه. الفارابي كان حد ملم بعلوم كتيره جدا، للي يقرا واللي يبحث عنه هتلاقيه عارف علوم كتير جدا في العلوم العربيه، علم الكلام وعلم كان بيكتب في أوقات كتيرة أشعار، كان بيكتب في أوقات كتيرة الكتب بتاعته اللي هو كان بيشرح فيها فلسفاته المختلفة. حد فاهم في الفلك على ما أظن. فهو كان حد اختصاصاته مختلفة جدا. فهو بيقول هو وصل لده كله منين؟ وصل لده كله عن طريق حاجة واحدة، إن هو بيستخدم عقله في تفسير وتوضيح الأشياء والمعرفة. يعني أنت عن طريق دماغك، عن طريق عقلك، عن طريق فكرك هتقدر توصل للي غيرك كتير مش عارف يوصل، لمعرفة كتيرة انت كنت جاهل بيها. وعلى فكرة الفارابي كان بيقول ان كل ما انت معرفتك دي هتزيد، كل ما معرفتك دي هتكتر، هتحس ان انت لسه مش عارف حاجة، هتحس ان انت لسه ناقصك حاجات كتير عاوز تعرفها. دي تاني نقطة معانا. تالت نقطة تأثير الفلسفة الأرسطية. خلينا نقول ان أرسطو في الوقت اللي كان فيه الفارابي كان غازي العالم العربي كله بأغلب الكتب بتاعته وأغلب الأفكار بتاعته. فبسبب ان هو كان بيكتب في كتب كتيرة الفلاسفة العرب اتأثروا بيها. ولما الفلاسفة العرب دول اتأثروا بيها هو بدأ يقول انه يا جماعة احنا متأثرين بفلسفة ارسطو هنا، لازم نفصل بين الفلسفة بتاعتنا وبين فلسفة ارسطو. احنا كمان نقدر نفكر، احنا كمان نقدر نشغل دماغنا، احنا كمان نقدر نقول للناس فلسفة جديدة ما كانوش واخدين بالهم منها. فهو كان بيقول ان الفكر بتاع ارسطو اندمج مع الفكر الاسلامي بشكل ما، لان ارسطو كان زيته ساقع، يعني الصيت بتاعه شديد جدا في المنطقه العربيه. فكانت فلاسفه كتير زي ابن سينا وخلينا نقول برضو ابن رشد كانوا متاثرين بفلسفه ارسطو جدا جدا. فهو بيقول ماشي، هو فكره كويس وفكره موجود عندنا في الساحه العربيه، لكن برضو احنا لازم نشغل دماغنا، لازم نبتكر فلسفات جديده، لازم نشغل دماغنا في حاجات تاني احنا كمان نقدر نضيف زي ما ارسطو ضاف للبشريه قبل كده. رابع حاجة الوحدة الكونية. النقطة دي إلى حد ما يعني كانت النقطة دي كانت بشكل ما كانت قريبة
قريبة من الدين شوية، لأن هو كان بيقول إن العالم في تناغم مستمر بين الطبيعة وفي اتساق دائم، وفي نفس الوقت برضو الإنسان في أعضائه الجسدية فيها اتساق دائم. فهو بيقول من هنا الكون له إله واحد، ليه واحد بس هو الخالق. وهو بصراحة بيتكلم صح جدا، وتحليله ليها منطقي جدا للي يقرأ يعني. خامس حاجة تأثيره على الفكر الإسلامي. زي ما قلت لك في أول الحلقة، أنت الفارابي هتلاقيه كمية كتب اتكتبت عنه منه أو من فلاسفة تاني جنب بعضه يشرحوا قد ايه الراجل ده كان مؤثر، وكان ليه حضور طاغي على الساحة العربية وتأثير كبير جدا في الفلاسفة اللي جنب بعديه. الفارابي ما وقفش تأثيره على كتاباته بس، لا هو أثر في حاجات تاني كتير. خلينا نقول مثلا أثر في فلاسفة تاني زي ابن سينا، ابن رشد، في الغزالي برضو. فالفارابي هو حد مهم جدا، حد شامل لأغلب الفلسفات. ايوه، زي ما انت قريت كده في الصمنيل بتاع الحلقه، الوسط بين العقل والنقل عند الفارابي. تمام. يبقى تعالى تاني نراجع كده، التوسط بين العقل والنقل دي أول نقطة. تاني نقطة دور العقل في المعرفة. تالت نقطة تأثير الفلسفة الأرسطية. رابع نقطة الوحدة الكونية. خامس نقطة تأثيره على الفكر الإسلامي. تعالى أقول لك المصادر برضو، هسيبها لك في الديسكريبشن. الفارابي الفيلسوف الإسلامي الأول، تأليف إبراهيم مدحت، كتاب مهم بشكل أنت مش ممكن تتخيله. تاني حاجة الفارابي حياته وفلسفته، تأليف محمد عمران، اللي أنا بشوفه من أكتر الفلاسفة، من أكتر الكتاب اللي قدروا ينقلوا الفلسفات لينا احنا كعرب بشكل مفيد، مش حشو وخلاص. لا هو بيقول لك الفيلسوف ده قال ايه بالظبط. طبعا هسيب لك لينكات الباقي الحلقات اللي فاتت تحت، هتستفاد جدا هنا في الحلقة. وما تنساش بقى الشير واللايك والسبسكرايب بتوعك، وده بيساعدني ان انا اكمل في الحلقات. واشوفكم في فيديو جديد من الفيلسوف. سلام.